سلام الله عليكم متابعي قناة سبورت المساكين. أهلا وسهلا بكم. سنتعرف على ملخص مباراة النصر والريان اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي لنبدأ في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. استطاع النصر السعودي تحقيق فوز مريح على الريان في مباراة سمت بالقوة والندية. وبدأ الشوط الأول نادي النصر المباراة بحماس كبير، حيث سيطر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ومع تواجد النجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا شكل النصر خطورة كبيرة على دفاع الريان. وفي الدقيقة 23 استطاع النصر أن يترجم ضغطه الهجومي على هدف أول. جاء الهدف بعد تبادل سريع للكرات بين تاليسكا ومانينغ، الذي أطلق تسديدة قوية لم يستطيع حارس الريان التصدي لها. نسينا أن نعرفكم بتشكيلة نادي النصر اليوم. في حراسة المرمى بينتو، وفي خط الدفاع سلطان الغنام وسميكان ولابورت والنجدي، وفي خط الوسط الخيبري وأوتافيو، وأيضا في خط الهجوم غابرييل وويسلي وماني وكريستيانو. ولنكمل أحداث المباراة. حاول الريان العودة إلى المباراة بعد الهدف متعمدا على الهجمات المرتدة السريعة، وفي الدقيقة 37 كاد الريان أن يعادل النتيجة بعد هجمة خطيرة، لكن تسديدة اللاعب عبد العزيز حاتم تصدها الحارس النصر ببراعة. وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بهدف لا شيء. ودخل اللاعبون في الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة، حيث حافظ النصر على سيطرته وواصل البحث عن تسجيل هدف ثاني يعزز به من تقدمه. في الدقيقة 60 جاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة بدأها تاليسكا من وسط الملعب، لتنتهي الأمر بكرة مررها كريستيانو لنفسه على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة في الزاوية العليا، معلنا تقدم النصر بهدفين مقابل لا شيء. الريان لم يستسلم تماما وحاول بشتى الطرق تقليص الفارق، لكن دفاع النصر بقى متماسكا وتصدى لكل محاولات الريان بالوصول إلى مرماه. كان أبرز محاولات الريان في الدقيقة 74، حيث أطلق اللاعب يوهان بولي كرة رأسية مرت بجوار القائم. وفي الدقائق الأخيرة مع تقدم الوقت بدأ النصر يلعب بأريحية أكبر، مستغلا المساحات في دفاع نادي الريان. وفي الدقيقة 85 أضاف النصر الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث قاد كريستيانو رونالدو الهجمة ومرر الكرة إلى ساديو ماني الذي أودعها في الشباك بسهولة. الهدف الثالث أتى وأنهى آمال الريان في العودة إلى المباراة، حيث سيطر النصر على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية. وانتهت المباراة بفوز النصر ب3 أهداف دون شيء، ليحقق الفريق السعودي انتصاره الأول بعد التعادل مع نادي الشرطة، ويؤكد قوته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سيواجه الريان تحديات صعبة في الجولات المقبلة بعد هذا الأداء المتواضع. وكان أبرز اللاعبين في المباراة كريستيانو رونالدو، ساهم بشكل كبير في خلق الفرص وتسجيل هدف رائع. ساديو ماني سجل هدفين وكان عنصرا حاسما في الهجوم في الشوط الثاني. وتاليسكا صنع العديد من الفرص وساهم في تنظيم اللعب الهجومي. وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد نادي النصر إلى 4 نقاط، مما يعزز فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. في المقابل يبقى الريان في موقفه الصعب، ويتعين عليه العمل على تحسين أدائه في المباريات القادمة. وهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. دمتم في سلام أمان الله عليكم وحفظه. متابعي قناة سبورت المساكين. أهلا وسهلا بكم. سنتعرف على ملخص مباراة النصر والريان اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي لنبدأ في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. استطاع النصر السعودي تحقيق فوز مريح على الريان في مباراة سمت بالقوة والندية. وبدأ الشوط الأول نادي النصر المباراة بحماس كبير، حيث سيطر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ومع تواجد النجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا شكل النصر خطورة كبيرة على دفاع الريان. وفي الدقيقة 23 استطاع النصر أن يترجم
وضعف ضغطه الهجومي على هدف أول. جاء الهدف بعد تبادل سريع للكرات بين تاليسكا ومانينغ الذي أطلق تسديدة قوية لم يستطيع حارس الريان التصدي لها. نسينا أن نعرفكم بتشكيلة نادي النصر اليوم. في حراسة المرمى بينتو، وفي خط الدفاع سلطان الغنام وسميكان ولابورت والنقدي، وفي خط الوسط الخيبري وأوتافيو، وأيضا في خط الهجوم غابريل وويسلي وماني وكريستيانو. ولنكمل أحداث المباراة. حاول الريان العودة إلى المباراة بعد الهدف متعمدا على الهجمات المرتدة السريعة، وفي الدقيقة 37 كاد الريان أن يعادل النتيجة بعد هجمة خطيرة، لكن تسديدة اللاعب عبد العزيز حاتم تصدها الحارس النصر ببراعة. وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بهدف لا شيء. ودخل اللاعبون في الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة، حيث حافظ النصر على سيطرته وواصل البحث عن تسجيل هدف ثان يعزز به من تقدمه. في الدقيقة 60 جاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة بدأها تاليسكا من وسط الملعب، لتنتهي الأمر بكرة مررها كريستيانو لنفسه على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة في الزاوية العليا معلنا تقدم النصر بهدفين مقابل لا شيء. الريان لم يستسلم تماما وحاول بشتى الطرق تقليص الفارق، لكن دفاع النصر بقى متماسكا وتصدى لكل محاولات الريان بالوصول إلى مرماه. كان أبرز محاولات الريان في الدقيقة 74، حيث أطلق اللاعب يوهان بولين كرة رأسية مرت بجوار القائم. وفي الدقائق الأخيرة مع تقدم الوقت بدأ النصر يلعب بأريحية أكبر، مستغلا المساحات في دفاع نادي الريان. وفي الدقيقة 85 أضاف النصر الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث قاد كريستيانو رونالدو الهجمة ومرر الكرة إلى ساديو ماني الذي أودعها في الشباك بسهولة. الهدف الثالث أتى وأنهى آمال الريان في العودة إلى المباراة، حيث سيطر النصر على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية. وانتهت المباراة بفوز النصر ب3 أهداف دون شيء، ليحقق الفريق السعودي انتصاره الأول بعد التعادل مع نادي الشرطة، ويؤكد قوته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سيواجه الريان تحديات صعبة في الجولات المقبلة بعد هذا الأداء المتواضع. وكان أبرز اللاعبين في المباراة كريستيانو رونالدو، ساهم بشكل كبير في خلق الفرص وتسجيل هدف رائع. ساديو ماني سجل هدفين وكان عنصرا حاسما في الهجوم في الشوط الثاني. وتاليسكا صنع العديد من الفرص وساهم في تنظيم اللعب الهجومي. وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد نادي النصر إلى 4 نقاط، مما يعزز فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. في المقابل يبقى الريان في موقفه الصعب، ويتعين عليه العمل على تحسين أدائه في المباريات القادمة. وهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. دمتم في أمان الله.